صباح الخير، صباح العافية على عيونكم بنات. شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله كلكم بخير وعافية. اليوم حبيت أشارككم الروبة مال حليب الحصة، الحليب الأكياس. بنات أني بهذا الجدر، شوف هذا حجمه، هذا الجدر أني خليته بهذا القلاص. شوفوا هذا القلاص، أي قلاص قياس عندكم، بهذا القلاص خليت، شوفوا الكهرباء طافية حتى شوي على ضوء الشباك. بهذا القلاص خليت قلاصين حليب، 4 قلاصات مي. انتوا أي قلاص عندكم تريد تسوون بيه سووا. أني هذا القلاص أستخدمه يعني قياس، هذا أسوي بيه يعني يطلع عندي مضبوط. هذا هسه قلاصين حطيت حليب باودر، حطيت 4 قلاصات مي، وهنا الحليب حطيته على الطباخ. زين بنات، بهاي الخطوة شنو؟ تظلون تحركون بالحليب حتى قبل لا تسوونه، يعني تحطونه على النار، تظلون تخوطون بيه لحد ما كله يذوب، يعني يكون أي تكتلات ما تبقى بيه. أنا خطة يعني ظليت أخوط بيه لحد ما أي تكتلات ما بقت بيه، فحطيتها على النار. فهنا عندي شبه البدا يعني يفور. فأنا هسه حخليه على الطبق إلى أن يفور، بعدين أطفيه، أنص النار أخليه يفور فد 5 دقايق وأرجع أطفيه. شوفوا هنا بدأ عندي تقريبا قام يفور، من أشوفه يفور أنص النار 5 دقايق أو أخليه يفور على راحته. شوفوا بنات، اللي يسأل على حليب الحصة، هذا الحليب انطونا إياه بالرعاية، والأويس الأخضر، كيس الأخضر الأويس، وهذا سلمونا هاي النوعيتين. فاليوم سويت من هذا، كنت أسوي من هذا الأويس الكيس الأزرق، ما أدري الأخضر أزرق. فاليوم سويت من هذا جاردو اسمه. فاليوم سويت منه، أنا هم مسوية قبل منه يعني روبته طيبة، فلأن هذاك شوية ما ظل عندي من الأويس، اليوم استخدمت هذا حليب الحصة. شوفوا كيس فرغته، ترست قلاص حليب بودرة، قلاصين حليب بودرة و4 قلاصات مي. وهنا اشوف الحليب بنات عندي بدا يفور، حنصيه. شوفوا نصيته. اذا تريدون يصير عندكم بيه يعني قشطة من فوق صفرة، تظلون تعلون النار وتنصونه، تعلون النار وتنصونه، تعلون 3-4 مرات يصير عندكم شو اسمه قشطة بيه. فأنا شوية شوفوا هنا بس بدا عندي فور، يعني يريد يرتفع من الجدر، راح ابدا حرك بيه حتى شنو شوية ينزل وما يفور زايد. هنا نصيت النار، شوفوا نصيت النار، خلي يفور على كيفه شوية، إلى عن شوية شلون تدخن حتى روبتها تصير طيبة. شوفوا بنات، هاي بعد ما خليتها 5 دقائق تفور راح أطفيها. بالنسبة للبنات اللي يقولون ليش تخلينا يعني 5 دقائق تفور، بنات حتى ما يبقى ريحة حليب، يعني حليب باودر، يعني يصير حليب طبيعي كأنه مال هوش. فشوفوا هنا بعد ما عليتها ونصيتها ب3-4 مرات صار بيها مثل قشطة أو قشوة احنا نقول. فخليها شوية تبرد، قبل لا تبرد يعني أكون ما نزعل الأصبع من تلشة، أحط لها الخثرة مالتها وأغطيها وأخليها من 3 ساعات إلى 6 ساعات، وبعدين أطلعها وأشوفكم النتيجة النهائية مالتها. هاي شوف بعد ما فار الحليب شلون صار عندي، يعني كلش طيبة وهماتين بنفس الوقت اقتصادية، وسووها بالبيت أحسن ما تشترون، ويعني مال السوق ما تضمنونه، يعني يطلع عندكم نظيف مو نظيف، مال البيت أنظف أنا بالنسبة لي. هنا حخليها تبرد وبعدين أروق أشوفكم طريقتها النهائية. هنا بنات بعد ما عندي شوية برد الحليب، يعني شوفوا بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أخلي أصبعي بيه يعني أكونه ما يلتشعني زين، يعني إيدي ما تزعل عليه. فشنو هنا جبت خاشوقتين روبة، شوفوا حطيت عليهم هم خاشوقتين حليب دافي. شوفوا راح أحاول شوية أخففها بالحليب. هاي ترى بنات روبة هم سابقة أنا مروبتها، فحبيت أشارككم التجربة، والله كلش طيبة، وهماتين على سوجة المدارس
وطلاب ويبقون نص الليل يعني سهرانين وجوعانين، فواحد يسوي له قلاص شاي على خبزة حيل طيبة. هنا شنو راح شوية أوخر القشطة الصارت لي فوق حتى ما تتلف عندي. شوفوا بنات، بسم الله الرحمن الرحيم. هنا فرغتها هاي كلها حتى شنو أنطيها خفقة خفيفة من الطارف. وهنا هماتين أجي أوخر القشوة شوية. لا تخافون بنات، القشوة ما تروح، هي من تروب هاي القشوة تطلع أوتوماتيكية اللي فوق. فأنا شنو كلش كافي. هنا شنو حقبقها، أطبق الروبة. شوفوا بنات، وشنو بخاولي مطبخ نظيف. لا تقولون هذا خاولي شو اسمه نمسح بيه، لا هذا خاولي نظيف عندي وجديد أصلا أساسا يعني أنا أستخدمه للمطبخ. حألفها وأخليها بالفرن مال الطباخ وأشوفكم النتيجة النهائية من أطلع الروبة. وهنا بنات اللهم صل على محمد وآل محمد. شوفوا هاي الروبة بعد ما روبتها، شوفوا شلون صارت. هسه هنا شنو راح أحط وياكم بالماعون أشوفكم. شوفوا هاي يعني بعد تاني طلعتها يعني من شو اسمه من الغطاء، ما حطيتها بالثلاجة. لو حطيتها بالثلاجة تركد أكثر وتصير بعد أطيب وأطيب، بس بعدني يعني هسه تاني طلعتها من الغطوة كنت لافتها بيها. فشوفوا بنات، يعني لو أحطها بالثلاجة تصير بعد أطيب وكلش طيبة وطعمها يخبل. هسه أحطها بالثلاجة تركد وتصير بعد أكثر، بس لين تأخر الوقت قلت أصور لكم حتى شو اسمه تشوفونها. وعلينا وعليكم مليون عافية. أو إذا أول مرة تدخلون قناتي لا تنسوني باللايك والاشتراك. أحبكم كلش هواية. مع السلامة.